الدنيا بقت ماشية بسرعة، إيقاع الحياة بينسينا حاجات كتير. إزاي نربي ولادنا؟ إزاي نوجههم علشان يكبروا من غير أمراض نفسية؟ إزاي أتصرف مع ابني لما يغلط؟ علاقتنا في شغلنا، بين زمايلنا وصحابنا، وفي بيتنا، ما بين أهلنا وناسنا. كل ده وأكتر هنعرفه ونناقشه في برنامج خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن دايغا على راديو كامل. راديو كامل، محطة على المحطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في أول حلقة من برنامج خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن إبراهيم دايغا. الحقيقة في البرنامج ده احنا هنبقى مهتمين قوي بشؤون الأسرة المصرية، بداية من ولادنا والأطفال. ازاي نربي ولادنا بشكل كويس، ازاي نتعامل مع ابننا المراهق، ازاي نتعامل مع مديرنا أو زملائنا في العمل، ازاي نتعامل بشكل صح مع الأزواج، ازاي نقلل الصراعات والخلافات اللي احنا عايشين فيها. احنا في بلد، ما تزعلوش مني كده، بدأنا أو تقريبا احنا بنتخانق مع بعض 24 ساعة، بناكل واحنا بنتخانق، بنشتغل واحنا بنتخانق، بنربي ولادنا بعصبية. كل ده الحقيقة أو كل المشكلات ديت عملت عندنا أزمات وصراعات، أزمات نفسية وصراعات بيننا وبين بعض، ما عدناش عارفين نعيش مع بعض بشكل كويس. هدف البرنامج ده إن احنا نتعلم مع بعض إزاي نربي ولادنا صح، إزاي نتعامل مع نفسنا صح. إيه السبب اللي بيخلينا دايما مختلفين؟ إيه السبب اللي يخلي بيوتنا دايما صوتها عالي؟ هنبقى مهتمين في البرنامج ده بكل شؤون الأسرة المصرية. أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات برنامج خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن إبراهيم دايغا. هنتكلم النهاردة عن أول حاجة كلنا مهتمين بيها، وهي إزاي نربي ولادنا صح. تعالوا كده نشوف إيه هي أهم المشاكل اللي بيقع فيها ولادنا، إيه أهم السلوكيات الغلط الموجودة عند ولادنا، وقد إيه إحنا لينا دور في ده، قد إيه إحنا ممكن نكون إحنا اللي بنغلط، إحنا السبب. وهتلاقوني طول الوقت وأنا معاكم في برنامج خطوة جديدة بقول لك خد بالك، أنت السبب إن ابنك عنده السلوك ده، أنت السبب إن ابنك بيغلط الأخطاء ديت. تعالوا كده نشوف أول حاجة حابب أكلمكم فيها النهاردة، وهي هوس المنافسة. المنافسة عند ولادنا وهوس المنافسة عندهم. هو الولد هو اللي بيطلع كده؟ تعالوا كده الأول نقول هو إيه علامات إن ابني يكون عنده هوس منافسة. هنلاقي الطفل اللي عنده قدر عالي من المنافسة طول الوقت بيتباهى وبيفتخر قوي بنفسه وبأي حاجة كويسة هو عملها. بس مش كده بس، كمان بيحقر من الآخرين، بيقلل منهم. أول ما تحس إن ابنك بيتباهى قوي بنفسه وفي نفس الوقت بيقلل من قيمة أخوه، بيتريق عليه كتير أو بيحقر من زمايله، اعرف إن ده مؤشر للخطر. أحيانا كمان المنافسة السلبية أو المنافسة الخاطئة بتخلي الطفل طول الوقت بيحس إنه أفضل من غيره أو الآخرين هم الفاشلين. ويمكن يكون من الحاجات اللي بتنمي ده عند ولادنا إن احنا طول الوقت لو الولد غلط في حاجة بنعتبره فاشل، لو جاب درجة قليلة شوية في مادة بنعتبره فاشل. فاكرين لما كانوا زمان لو جبنا ملحق أو جبنا درجة قليلة بنتعاير في البيوت، يا أبو ملحق أنت اللي عملت كده، أصلك فاشل. الحاجات البسيطة ديت هي اللي بتنمي سلوك المنافسة الخاطئة عند ولادنا، هي اللي بتنمي المنافسة السلبية. علشان كده تعالوا يلا نعلم ولادنا بشكل صح. الأول علشان تقلل السلوك الخاطئ عند ابنك، علمه إن في حاجة اسمها مكسب وخسارة. فمثلا لو انت بتعلم ابنك لعبة رياضية، اوعى لما الولد يفوز أو يعمل أداء كويس أو يوصل لمستوى كويس إنك تحقر معاه الآخرين أو إنك تقلل من شأن زمايله أو إنكم تتريقوا على الولد اللي خسر. كده انت بتعلمه الأنانية من غير ما تحس، كده انت بتعلمه المنافسة الخاطئة من غير ما تحس. عايزين نعلم ولادنا الأول مبدأ المكسب والخسارة. مفيش حد طول الوقت بيكسب ولا حد طول الوقت بيخسر، بس علشان نربيهم صح لازم نعلمه إنه أي خسارة ممكن يكون وراءها أسباب. يمكن يكون انت ما ذاكرتش كويس، ممكن تكون ما كنتش مركز قوي مع المستر في المادة، ممكن تكون ما اتمرنتش بشكل كافي، ممكن تكون انت متوتر وقلقان لدرجة انه مستواك قل، لانه التوتر والقلق، وده لسه هنتكلم عنه في حلقات تانية كتير، التوتر والقلق بيخلي مستوى ولادنا يقل.
لازم نعلم ولادنا قبول الخسارة أحيانا، وإنه الخسارة هي مجرد موقف رياضي، إنما ده مش معناه إن الولد فشل طول العمر. فلو الولد خسر في حاجة، لو الولد خسر في لعبة، لو الولد كان في تنافس بينه وبين زمايله وطلع هو الخسران، اوعى تحسسه بالفشل، إنما حسسه إن إحنا في النهاية في موقف رياضي، إحنا في النهاية عايزين نتعلم أخلاق رياضية صحيحة. يلا تعالى نتقبل إن إحنا خسرنا المرة دي، بس ده مش معناه إن أنت فاشل، ولا ده معناه إنه هتفضل طول عمرك أنت اللي بتخسر. تعالى الأول نشوف أنت ليه خسرت علشان ما اتدربتش كويس، خسرت علشان كنت قلقان، خسرت لأنك خفت قوي من زميلك، خفت يغلبك، فده دخل في نفسك قلق وتوتر وعلشان كده خسرت. يبقى تعالى نروح للخطوة اللي بعد كده، وهي يلا نشوف نعوض إزاي أي خسارة. ولما نعلم ولادنا يعوضوا أي خسارة ليهم، ولما نعلمهم إنهم ينافسوا الناس بشكل صح وبأخلاق رياضية، ولما نعلمه مبدأ المكسب والخسارة، هنا إحنا بنبدأ معاه خطوة جديدة في برنامجكم خطوة جديدة. ونشوفكم في حلقة جديدة مع الدكتور عبد المحسن إبراهيم دايغم على راديو كيمت، محطة على المحطة. كنتم مع خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن دايغم على راديو كيمت. راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت، محطة على المحطة.